السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل، عشان النهاردة معانا فيديو جامد جدا من قطع الكرتون دي. هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها فانوس. هنعوز مع بعض، انا قصقصت معاكم، انا يعني قصقصت عشان الفيديو ما يبقاش طويل، كذا قطعة من الفانوس، وهقولك دلوقتي مقاساته ايه. انا هعوز من كل قطعة 5 قطع زي ما انت شايفة كده. اول واحدة اللي هتبقى فوق دي عرضها كده 12 سنتي وطولها 9 سنتي، على مفيش تبقى زي المثلث كده. وهنا الحتة دي هتبقى 12 سنتي، علشان هتقابل الحتة اللي فوق دي 12 سنتي. وبعدين دي طولها 15 سنتي ومن تحت 5 سنتي، يعني دي 12 في 15 في 5 من تحت. وهنا بقى الحتة اللي تحت دي علشان هتقابل الحتة اللي فوق دي 5 سنتي، ودي 7 سنتي، واللي من تحت خالص دي 12 سنتي. فكده مقاساتنا هتبقى ايه؟ مظبوطة. هنيجي بقى هعمل ايه؟ هجيب قماش الخيامية معايا. عايزة تعملي بقى بستيكر خيامية، عايزة تعملي بستيكر سيلفر جولد، اي حاجة هتمشي معانا في الفكرة بتاعتنا. المهم ان انتي تاخدي الفكرة وتعمليها بالمقاسات ديت، هتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطة جدا. هابتدي كده زي ما انت شايفة ان انا اغلف قطع الكرتون. هقص قطعة قماش كده على قد الحتة الكرتون اللي معايا، او الجزء بتاع الفانوس اللي معايا، وهبتدي ان انا اغلفه. طيب انا دلوقتي هغلفه كده، والظهر بتاعه دوت هيبقى الفينش بتاعه شكله مش حلو. طب هعمل ايه؟ عادي جدا، انا اصلا مش عايزاه من جوه متقفل حلو علشان مش هيبان. فانا اهم حاجة عندي الجزء اللي بره، فانا هلزق زي ما انت شايفة كده. وبعدين اروح شايلة الزيادة من الجناب، اهم حاجة من عندي من قدام تبقى زي ما انت شايفاها كده، الفينش بتاعها تمام. هبتدي بقى ان انا اعمل كل القطع اللي معايا بنفس الطريقة، برضو الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق بنفس الطريقة كده بالظبط، علشان تطلع معايا مظبوطة جدا. وهوريكي كمان وانا بغلفهم كذا واحدة كده، بحيث ان انتي لو ما شفتيش في الاولانية او ما عرفتيش تتأكدي في التانية، او تشوفي القطع كلها وانا بغلفها هتبقى شكلها عامل ازاي. سهلة جدا وبسيطة خالص، بصي، وبطريقة جميلة جدا ومش مكلفة كمان. تقدري ان انت تعمليها بأي قماش موجود عندك، مش لازم كمان قماش الخيامية بس. ده بصراحة فانوس جميل، وانا عاملاه بمزاج وعاملاه وكنت حباه جدا، عشان خاطر ده رايح هدية، فلازم يبقى حاجة كده عالمية زي ما بيقولوا يعني. لازم يبقى متفنش مظبوط ومعمول بطريقة حلوة، وشكله كمان جميل جدا. كده بقى انا خلاص اهوت. انا هقفل بقى هعمل كل الاجزاء بتاعتي. انا عندي هنا في كل واحده كل ال3 قطع كل واحده فيها 5، يبقى انا عندي هنا 15 قطعه. هبتدي اغلفهم بنفس الطريقه بالظبط، مش هسيب فيهم اي حاجة، وغلفهم مظبوط. اهم حاجة الفينش من قدام يبقى تمام، ولو ورا ما تقفلتش كلها عادي، ما عنديش اي مشكلة. اهم حاجة نشيل الزيادات زي ما انتم شايفين. اخلصهم بقى واوريهم لكم. كده بقى بعد ما خلصت الاجزاء بتاعتي كلها، كل واحدة فيها ال5 بتوعها هم، هبتدي بقى اجمع الاجزاء بتاعتي دي. هبتدي اجمع الجزء اللي تحت الاول، وهبتدي احط كده شمع، واروح لازقه كل جنب كده وبالراحه خالص وواحده واحده، علشان خاطر الشمع يمسك معايا كويس ويمسك ويبقى حلو. كده بقى الجزء اللي تحت تقدري ان انتي تعملي الفانوس ده ب4 اجزاء بس، يعني ممكن يبقى رباعي مش خماسي. بس انا كنت حابة، انا عملت معاكم قبل كده الفانوس ده بمقاسات تانية برضو، لو انتي عايزة تشوفيها. في فانوس كبير، كنت عاملة فانوس كبير جدا من اللي بيتعلق في البلكونة او بيتحط في الريسبشن الكبير ده، بمقاسات مختلفة. عملت معاكم الفانوس بقشر الفستق، برضو كان جميل جدا وبمقاساته مختلفة. عملت معاكم الفانوس اللي هو عامل زي التمرية، بيتفتح من فوق وبنحط فيه التمر كده، وكان شكله جميل جدا وبصراحة عملي قوي، وانا بستعمله من ساعة ما عملته بقالي كام سنة اهوت. بصي، جميل جدا وعملي قوي 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 بصراحة. يعني ما تقوليش الحاجات دي بقى من الكرتون او كده انها تبوظ بسرعة، لا، الحاجات دي بتعيش معايا بالسنين.
أنا عندي فوانيس معمولة بقى لها 4 و5 و6 سنين من الكرتون زي ما هي، بنزلها كل سنة في رمضان وبحطها تحفة تحفة بجد. كده أنا قفلت بقى الجزء اللي فوق وقفلت الجزء اللي في النص، وهقفل كمان الجزء انا عملت اللي تحت وهعمل اللي فوق وعملت كمان اللي في النص اهو. بصي الطريقة سهلة، وانا يعني ان انت تشوفي احسن كمان مني من ان انا احكي واقولك الحاجة معمولة ازاي. الرؤية بتبقى احلى كمان، التفاصيل بتبقى باينة اكتر، وحبيت ان انا اوريكي الحتة دي بالظبط على اساس ان انت تشوفيها وتبقى جميلة. كده انا قفلتهم كلهم اهوت التلات اجزاء بتوعي، وهبتدي ان انا الزقهم في بعض زي ما انت شايفة اهو. هجيب بقى الجزء اللي فوق واللي تحت وحطيتهم كده، وهبتدي ان انا الزقهم بمسدس الشمع واوريهم لك. كده بقى بعد ما لزقت الفانوس بتاعي زي ما انت شايفة كده بمسدس الشمع، بقى مسك نفسه جميل جدا. جبت بقى الجزء اللي تحت وحطيته على على قطعة كرتون، ورحت رسمة كده، ورحت واخدة مقاس الجزء اللي في النص كده بالظبط، ورحت مغلفاه بقطعة من القماش برضو، وبعدين رحت مقفلة بيه الفانوس بتاعي خالص. عشان كده كنت بقولك الجمة التانية من القطع الفانوس ما كانش المهم ان انا اغلفها واقفلها كويس. ليه؟ علشان خاطر هي مش هتبان معايا لا من نص الفانوس ولا من تحت ولا من اي مكان خالص. بصي مشيت عليها كده بالمسدس ورحت مقفلاها في كده، الفانوس معايا اتقفل تمام من تحت ومن فوق ومن كل حاجة. طب انا هعمل ايه بقى تاني بعد ما قفلت الفانوس بتاعي؟ هجيب بقى الشريط بتاعي دوت بتاع شغل رمضان الجميل دوت، وهبتدي ان انا الزقه كده على الجناب وعلى الحتة اللي من فوق. بصي في كل الاماكن اللي احنا لزقنا فيها ديت هيبقى جميل جدا لما نلزق عليها الشريط دوت. همشي كده بصي، همشي كده ديت بالطول كده، همشي مع المكان بتاعها كده مظبوط اهو. وهروح بقى ماشي على طول واخده الجنب اللي قدامها كده، هيبقى متقفل احسن وشكله اشيك كمان. وكده بقى خدت الجناب كلها، بدل ما انا اعمل توصيله او كده، لا هي كده هتبقى شكلها حلو جدا. طبعا طب لو انت ما عندكيش الشريط اللي هو بتاع شغل رمضان الجميل ده، طب انت ممكن تعملي بأي حاجة موجودة عندك، ستان، طل، دانتيل، شريط من اللي هو اللي بيبقى فيه كور دوت اللي هو ألوان أو لون واحد. بصي ده على حسب اللي موجود وياكي هتشتغلي بيه. ده موجود عندي بصراحة، كنت جايبة لفة كبيرة كده من بقالها يجي سنتين عندي شغالة بيها وتمام التمام. انا بقى هاجي في النقطة دي بالظبط، عشان كده انا سايباها عشان تشوفوها. جيت هنا يعني انا عملت اول واحدة، التانية بقى وانا ماشية كده سبت حتة بتاع مثلا ايه 7 سنتي 10 سنتي من فوق كده، علشان خاطر تبقى دي الايد بتاعتي اللي انا همسك بيها الفانوس، او لو انا عايزة اعلقه هعلقه منها. وكملت كمان الجزء بتاعي من تحت كده، وهروح شايلة برضو الزيادة. كده انا خلصت الجزء دوت معايا اهو. بصي دي الايد بتاعتي اهي، اول بس ما الشمع ينشف شويه هتلاقيها ماسكه جامده، وهوريها لك دلوقتي عامله ازاي. دي فاضل معايا الجزء الاخراني بقى، مش هما 4 اجزاء فيها 5 زوايا كده. ده الزاويه الاخيره بقى خلاص انا لزقتها اهو. تقدري بقى لو انت عايزة بقى ايه تخلي الفانوس بالطريقة ديت وعلى على التقفيل ده تمام، لكن انا بصراحة عايزة اعمل فيها شغل كمان بالشريط بتاعي، فانا همشي على الحتة اللي فوق دي كده بالشريطة، الفرنشة بتاعتي دي او الشغل بتاع شغل رمضان دوت ده، دي جميلة جدا فهمشي بيها عليها من فوق كده. طيب انا كنت عايزة بس من الجناب ومش عايزة اعمل حاجة تاني او الشريطة اللي عندي مش هتكمل برضو عادي، هي شكلها كده حلو قوي. فعادي ممكن ما تعمليش كل اللي انا بعمله ده، ممكن تعملي بالمتوفر معاكي او بذوقك انت، يعني انت اكيد انت ذوقك احلى مني كتير يعني. هبتدي بقى اعمل كمان من الجزء اللي تحت دوت ومن تحت وهوريكي.
ايه رأيك بقى في الفانوس بتاعنا بعد ما خلصناه؟ بصي بقى انا عملت كمان في الجزء اللي تحت خالص واللي في النص كده ومن فوق، وبصي شكله عامل ازاي، والايد بتاعته كمان بصي جميلة وجامدة ومتينة ازاي. بصراحة شكله حلو قوي، وشكله جميل ومش مكلف. ان شاء الله بصي الايد بتاعتها جامدة ازاي، تقدري تعلقيها منه جميلة قوي. هو ان شاء الله يا رب يروح لصاحبته وتعجبه جدا ويعجبها قوي الفانوس اللي انا عاملاه لها. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الايام بخير. وما تنسونيش بقى في تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.